هيجيبوا مين بدل عبد الواحد السيد؟ انت متخيل مين حارس مرمى ممكن يجي احسن من عبد الواحد السيد في الزمالك؟ انا مش شايفه ان في حد احسن من عبد الواحد السيد اللي ممكن يمسك نادي الزمالك. اما بخصوص المنتخب فحضرتك يعني معلش في كتير جدا جدا في تشكيل المنتخب، ما اعتقدش ان حتى كابتن حضري هيلعب 2014. يعني انا ما اعتقدش ده. حضرتك ما تزعلش، كفايه عليك قوي قوي الزمالك وجمهور الزمالك لانه بيحبك جدا جدا. شكرا مدام نهله، مكالمه اعتقد مكالمه مؤثره وجميله يا عبد الواحد، يمكن وضحت عليك تماما وهذا يكفي يعني من مشاعر الناس ليك وحب الناس ليك. كلامه يمكن مدام نهله بقى لها يمكن 3 4 شهور ما كلمتناش، لكنها وضح قد ايه احترامهم تقديرهم حبهم ليكم، بتتكلم من مشاعر الناس المحبه فعلا. عبد الواحد لا يا كابتن، هي القصه انت حضرتك قلت ان انا همشي. انا مش في دماغي ان انا حته همشي ليه، بس انا زي ما قلت لحضرتك انا مش عايز اوصل لمرحله اللي هي الواحد يحس بيها ان هو مش مرغوب في المكان نفسه. بس لكن حته ان انا امشي من نادي الزمالك ده بيتي، وان انا اتمنى ان انا اختم في حياتي زي ما قلت لحضرتك. سالت نقطه مهمه، يعني انت في انا مش بقول لحضرتك حاجه، محدش هيكلمك، انت مش فاهم لحضرتك. انا ما قلت لك ما حدش هاجمني لحد دلوقتي، ما حصلش. انا بس انت شايف شريط اللي ايوه انا شايف حاجه حصلت قدامي، دي بدايات. انا مش عايز اوصل للمرحله دي، بس هي دي القصه كلها. نعم. وزي ما قلت لحضرتك انا بالنسبه لي ان انا اتمنى ان انا اختم حياتي في نادي الزمالك. ده بس محدش فعلا كلامك في النادي في التجديد وانت المفروض. لا بس هو النادي عندهم اللي موجوده لا مش مساله ازمه ماليه، هم كمان عندهم ثقه في ان انا مش هتتكلم في الموضوع. ما فيش مشكله في محلها، مش كده؟ لا الحمد لله يا كابتن. طب ناخد احمد. مساء الخير يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك؟ احمد علي من المطريه. اهلا بيك يا فندم.